إياك أن يشتكيك عبد على الله لا يجد هذا العبد ناصرا له من الخلق أحد، فلا يجد إلا الخالق جل وعلا. الظالم الذي لربما تقوى على عباد الله بنسبه أو بماله أو بمنصبه أو بأي هبة وهبه الله إياها، يقال له: أتحسب أن لن يقدر عليك أحد؟ ولذلك دائما المسكين المظلوم أكبر قوة عنده ما هي؟ أكبر قوة عند المظلوم إذا قال لك: حسبي الله. الله المستعان. إذا قال حسبي الله فاعلم أن المعاملة ارتفعت من محكمة الدمام العامة إلى محكمة السماء وقاضيها هو الله، أنه صار الآن في موقف أقوى منك. إذا قال حسبي الله كأنه يقول: أتحسب أن لن يقدر عليك أحد؟ أن تظن أن ما أحد ينصرني عليك، حتى ولو ما عندي دليل، ما عندي شاهد، ما عندي بينة. الأحد الواحد جل وعلا السميع البصير سبحانه، إنه القوي. دعاء المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، هو الذي خلق. ولذلك أحب العباد إلى الله الذي يتواضع لعباده فيرفعه الله. يوم القيامة المتكبرون ما عقوبتهم؟ يحشرون كالذر، النمل الصغير، يغشاهم الذل يطأهم الناس في المحشر وهم لا يشعرون.